الحمد لله المنتخب المغربي ربح المنتخب البرازيلي بقيادة محمد وهبي بنتيجة 2-0، وكنبغي نشيد بالمدرب اللي تحية كبيرة ليه اللي قدر يقارع أكبر جوج منتخبات في العالم، المنتخب الإسباني والمنتخب البرازيلي بنتيجة والأداء، حيث قليل اللي كان كيتوقع يشوف المنتخب المغربي بهذا الأداء الكبير في مجموعة سموها الكثيرون مجموعة الموت. وها هو الآن المنتخب يتصدر وعن جدارة واستحقاق برصيد 6 نقاط. نبداو على بركة الله. المنتخب المغربي قدر يفوز على المنتخب البرازيلي بقيادة محمد وهبي، الماتش اللي كان صعيب نظرا للمنافس اللي لاعبين معاه في ثاني مباراة من كأس العالم للشباب، الأمر اللي ما كان صدفة أو بالحظ، بل المدرب قدم أفضل ثاني مباراة ليه بعد مباراة إسبانيا، والقليل اللي كان تيق فيه نظرا للمستوى اللي كان قدمه في كأس إفريقيا. والكل كان كيقول أنه محظوظ تكتيكيا من بعد ما خسر نهائي كأس إفريقيا أمام جنوب إفريقيا. ونمشيو لتفاصيل المقابلة، كيفاش كان أداء المنتخب وقدر يسيطر على المقابلة للصالح ديالو. المنتخب المغربي اللي دخل بالتشكيلة التالية: في حراسة المرمى بن شاوش، وفي قلبي الدفاع كل من باعوف وبختي، وفي الجهة اليمنى تواجد كل من عالم عمر، وفي الجهة اليسرى تواجد فؤاد الزهواني. ونمشيو لخط الوسط تواجد كل من حسام الصادق وياسر الخليفي، وكصانع العاب تواجد الياس الحداد. وفي خط الهجوم تواجد كل من عثمان معامه وياسين جاسم وياسر الزبير كرأس حربة. هذه هي التشكيله اللي دخل بها المنتخب المغربي مع المنتخب البرازيلي. اللي عجبني أن المنتخب المغربي آمن بالحظوظ ديالو رغم قوة المنافس. في الشوط الأول شفنا بعض الهجمات للمنتخب المغربي اللي كان متحكم في الكرة في بعض اللحظات. هذا كيبين الجودة ديال اللاعبين ديالنا والشخصية اللي دخل بها المنتخب المغربي من بعد ما كانت السيطرة ديال المنتخب البرازيلي. وشفنا المنتخب المغربي كيحاول يخرج بالكرة من الحارس المرمى بن شاوش. المنتخب المغربي هذا كيبين الجودة ديال اللاعبين ديالنا. والشوط الأول اللي كان متكافئ من حيث الاستحواذ، كانت أبرز فرصة للمنتخب البرازيلي في الدقيقة 19، كانت قريبة من التسجيل لولا تفوق الحارس بن شاوش. تصدي خرافي كان هدف محقق للمنتخب البرازيلي. وفي الشوط الثاني شفنا المنتخب المغربي أكثر حماس للتسجيل، وفي الدقيقة 59 شفنا تمريرة من الصادق لياسين وعرضية ياسين المعامة اللي سجل هدف جميل على الطاية، هدف عالمي. وفي الدقيقة 75 شفنا تمريرة رائعة من جاسم نحو ياسر اللي سجل الهدف الثاني لصالح المنتخب المغربي بعد قتالية من اللاعب جاسم. وتحصل البرازيل على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة قدرت تسجل الهدف التقليص الفارق، وانتهت المباراة لصالح المنتخب المغربي بنتيجة 2-1. والمنتخب المغربي كيتصدر المجموعة ديالو برصيد 6 نقاط، اللي صراحة ما كناش متوقعين هذا الأداء من المنتخب المغربي اللي كيقدموا كاع اللاعبين. ونبغي نشيد باللاعب ياسين جاسم اللي تحصل على رجل المقابلة للمرة الثانية. وبعد هذا التأهل للمنتخب المغربي كنتمنى يمشوا إلى أبعد نقطة إن شاء الله. وما تنساش إلا وصلتي حتى لهنايا ما عليك غير تشترك معنا في القناة، وشكرا.